عملت لكم النهارده مقلمه تحفه، حجمها حلو قوي، هتشيل كل الاقلام اللي عندكم وطريقتها سهله جدا. كمان ممكن تستخدموا الفوم او القماش. انا استخدمت الفوم. بنحط شمع كده على الحرف ده، نقلب السوسته ونلزقها على الفوم، بعدين بتني الفوم كده وبحط شمع على السوسته وبلزق الطرف التاني كده. السوسته طويله فانا قصيت الزياده. بعدين نحط شمع في الجنب ده كده ونلزقه في بعض، والجنب التاني كمان نحط شمع ونلزقه في بعض. قطعة صغيرة من الفوم كده ونحط عليها شمع ونلزقها على السوسته من الناحيتين. جبت فوم بلون مختلف عشان ازين بيه، استخدمت المقص ده عشان اعمل شكل كده، وكمان ممكن تحطوه ساده من غير اي شكل، ولزقته جنب السوسته كده. طبعا تقدروا تستغنوا عنه خالص. بعد كده بنحط نقطة شمع هنا تحت السوسته كده بالظبط، نلزق الفوم في بعض. بقص حتة صغيرة من الزاويتين كده. القطعة اللي انا كنت مزينة بيها دي ضايقتني شوية في الخطوة دي، فانا قصيت منها حتة صغيرة كده وبحط شمع هنا واتني الزوايا. عملت نفس الخطوات الناحية التانية. قصيت قطعتين من الفوم كده ولزقتهم في بعض، وبعدين تنيتها ولزقتها في بعض. بعدين هثبتها هنا كده. وللتزيين بقى نجيب ورقة نتنيها بالنص كده ونتنيها مرة كمان، بعدين نرسم عليها الشكل ده ونقصها ونفردها. ده كده الباترون اللي هشتغل عليه. قصيته بقى على الفوم، نحط نقطة شمع في النص كده ونتني الجنب ده ونلزقه، والجنب التاني كمان، ونلف عليها كده شريط رفيع من الفوم. بس كده دي احلى فيونكة واسهل فيونكة كمان. عملت واحدة كمان ولزقتهم هنا كده، وكده نبقى خلصنا. ممكن تضيفوا اي حاجة او تشيلوا اي حاجة زي ما انتوا عاوزين. بجد سهلة قوي وحلوة، بس برغم الاقلام اللي انا حطيتها دي، بس يعني كان فيها مكان فاضي كتير. وزي ما قلت لكم لو تحبوا تعملوها كمان بقماش جوخ هيكون احسن، هتعيش معاكم اكتر.